إن الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرذل العمر، أي إلى أسوئه وأردئه، فيلتحق هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال، يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء ثم رد إلى أرذل العمر فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، لأن الإنسان، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرذل العمر، إذا رد إلى أرذل العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه آذاه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال.